تشقق القدمين او تشقق الكعبين، ليه ممكن ناس يحصل لها تشقق في القدمين وناس لا، وامتى بيحصل لي وليه تقريبا بيحصل؟ في ناس كتيره ومقولات كتيره انك لما بتروحي الصالون لو استخدمتي حاجه غلط او لو عملتي سكراب زياده بيظهر، بس الموضوع ملوش علاقه ابدا بالصالون، ليه علاقه بالداخل، ليه علاقه بمشاعرك الداخليه. يعني انا ليه بحس بيجي تشقق قدمين؟ لما بكونش حاسه براحه وثبات في المكان اللي انا عايشه فيه. ممكن اكون عايشه في بيتي وسط اهلي وناسي، بس انا حاسه ان كانه ده مش مكاني او ده مش المكان اللي المفروض ان انا اكون فيه. في الوقت ده بيحصل تشقق في القدمين. ممكن لو اتنقلتي ورحتي مثلا اجازه في فندق او سافرتي ورحتي مكان تاني بتحسي الموضوع خف، او اوقات بتكوني في بيتك ولما بتسافري مكان تاني بيحصل لك التشقق. فدايما هيحصل لك تشقق القدمين او الكعبين لما تبداي تحسي بمشاعر عدم راحه وعدم ثبات وعدم امان في المكان اللي انت عايشه فيه. عشان كده لازم تؤمني ولازم تحسي ان اي مكان انت موجوده فيه هو مكانك، هو ارضك، هو ده المكان اللي انت فيه، اللي انت مالكه فيه، اللي انت ثابته فيه. لما تحسي كده طبعا تشقق القدمين هيقل بطريقه ملحوظه جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهستنى تعليقاتكم تحت الفيديو.